العرض ده معمول لمهندسين الايديت والجرافيك والديزاين اللي بيقعدوا بالساعات في الريندر وعايزين جهاز يشتغل معاهم من غير تهنيج ولا بطء. جايب لك جهاز بكارت شاشه قوي يخليك ما تحتارش في الاختيار ويخليك تبقى عارف ان انت ماشي صح، سواء شغلك على برامج زي ادوب بريمير، افتر افكت، دافينشي، اوتوكاد، 3 دي ماكس، لايت روم، وبتعمل محاكاه لمدن كبيره وضخمه. الجهاز ده هيسد معاك. يبقى لازم العرض ده ما يفوتكش عشان في شغل بيضيع منك وانت مش واخد بالك. انا ايمن عزب ودي قناة AI Store Computer Service. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لو أول مرة تشوفنا فاحنا بنقدم أقوى محتوى عن بيع الأجهزة الاستيراد وبنساعد العميل في إنه يختار الجهاز الأنسب لكل احتياجاته. ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك وتفعل زر الجرس وتعمل كل الحاجات الحلوة دي عشان ما يفوتكش كل العروض الجديدة. بيجي لنا ناس كتير محتارة في كارت الشاشة وفي الجهاز وفي الإمكانيات للإيديت والجرافيك والديزاين. النهارده انا بلخص لك كل الكلام ده، وفي عرض النهارده هلخص عليك لف كتير وتدوير كتير وهجيب لك الخلاصه، والخلاصه دي اللي هتريحك وتخليك تطلع شغل حلو. واول عرض معانا هو جهاز HP Z440 تاور ورك ستيشن، بيكون عليه بروسيسور زيون E5 2680 V4، وده بيكون 14 كور و28 ثريد و35 ميجا كاش. بيكون التردد بتاعه او الجيجا هرتز بتاعته 2.4 جيجا هرتز، وماكس تربو بيوصل ل 3.3 جيجا هرتز. يعني بكل الامكانيات دي هتشغل برامج هندسيه واحدث اصدارات للصبح. والجهاز بيكون معاه رام 16 جيجا DDR4 قابله للزياده، ومعاه هارد SSD 256 جيجا، وعليه باور سبلاي فعلي 700 واط، ومعاه كارت شاشه بطل نيفيديا كوادرو بي 4000 8 جيجا DDR5 يشغل معاك كل حاجه حرفيا. وقبل ما اقول لك سعر وزي ما اتعودنا مع بعض، تعال نروح نشوف حاله الاجهزه ونوصف المخارج بتاعتها ونرجع. طبعا دي حاله الاجهزه الزد 440. بيكون عندنا من قدام زرار الباور و4 USB 3 منهم واحده فاست تشارج اللي عليها علامه الكهرباء دي، وبيكون عندنا مدخل السماعات. وطبعا دي بتكون الحالة الداخلية بتاعت الأجهزة. ما شاء الله حضرتك أول واحد يستخدم الأجهزة في مصر. احنا ما بناخدش حاجة شغالة في مصر وما بنشتريش حاجة شغالة في مصر، وللأسف ما عندناش كمان استبدال، لأن لو عندنا استبدال حضرتك هتخاف تيجي تشتري مننا، لأن الحاجة اللي بتكون مستبدلة بتكون مهلوكة جدا في مصر. بيكون عندنا في الجهاز من جوه 4 سلوت رام، هنا نقدر نحط فيهم 4 رام، والناحية التانية بيكون عندنا 4 سلوت رام بإجمالي 8 سلوت رام نقدر نزود فيهم رامات مفيش أي مشكلة. بيكون عندنا باور سبلاي فعلي 700 واط، بيكون طالع منه 2 6 بن لكروت الشاشة، يعني نقدر أي كارت فيه باور نقدر نوصلهم عليه مفيش أي مشكلة. بيكون عندنا الجهاز بيكون فيه 6 ساتا، 4 هنا و2 هنا، يعني نقدر نحط لغاية 6 هاردات في نفس التوقيت مفيش أي مشكلة. بيكون عندنا 2 PCI اكسبريس نقدر نوصل فيهم كروت الشاشة، وكمان عندنا إضافة الأحجام بتاعة PCI كلها، نقدر نوصل كارت لان، كارت صوت، كارت نت، أي حاجة نقدر نوصله مفيش أي مشكلة. دي حالة الأجهزة من ورا. بيكون عندنا طبعا الباور سبلاي، وعندنا 2 PS2 و2 USB2 و4 USB 3 ومدخل لان 10100 ومدخل السماعات. ويجي واحد يقول لي هو انا ممكن الجهاز ده بنفس الامكانيات دي اشغل عليه العاب؟ اقول له طبعا لا. ولو مش مصدقني ازاي كارت 8 جيجا DDR5 يشغل كل البرامج الهندسيه التقيله دي وما يشغلش العاب؟ ادخل على جوجل واساله واكتب كده بالنص، وقف الفيديو واساله، قول له لماذا تم تصنيع الكروت النيفيديا كوادرو، وانا هجيبه ياكد لك كلامي، وادي الرد بتاعه اهو. ولو وصلت لغايه هنا في الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك وتفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش كل العروض الجديده. تعال بقى نرجع ونقول المواصفات بتاعه العرض الاول عشان الناس ما تتلخبطش. هو جهاز HP Z440 تاور ورك ستيشن، عليه بروسيسور زيون E5 2680 V4، عليه رام 16 جيجا DDR4، عليه هارد 256 SSD، عليه باور سبلاي فعلي 700 واط، عليه كارت شاشه نيفيديا كوادرو بي 4000 8 جيجا DDR5. والجهاز ده فقط وحصري لعملاء شركه AI حتى نفاذ الكميه ب 15000 جنيه حتى نفاذ الكميه. ونروح للعرض الثاني معانا، هو النسخه الكبيره بتاعه الجهاز الزد 440 ولكن الموديل مختلف، هو HP Z 640 سنجل بروسيسور، وتقدر تخليه فيما بعد دول بروسيسور، وهنشوف كل الكلام ده في وصف الجهاز مع بعض. وهو جهاز HP Z 640 سنجل بروسيسور
عليه بروسيسور اي 5 2680 في 4، عليه رام 16 جيجا دي دي ار 4، وعليه هارد اس اس دي 256 جيجا، وعليه باور سبلاي فعلي 925 واط، وعليه كارت نيفيديا كوادرو 8 جيجا دي دي ار 5 ب 4000. والجهاز ده فقط وحصري لعملاء شركه اي اي ب 16000 جنيه حتى نفاذ الكميه. وزي ما اتعودنا مع بعض نشوف حاله الاجهزه داخليا وخارجيا ونوصف المخارج بتاعتها عشان هنقول كلمتين مهمين قوي. طبعا دي حاله الاجهزه الزد 640. بيكون عندنا من قدام زرار الباور واربعه يو اس بي 3 منهم واحده فاست تشارج، وعندنا مدخل السماعات. كارت الريدر ده مش بيجي مع كل الاجهزه عشان بس الناس ما تلزمنيش بيه. كارت الريدر ده بيكون بتوع المصورين بيستخدموه كتير جدا، محدش يلزمني بيه لان جاي كميه في وسط الاجهزه قليله جدا. دي حاله الاجهزه الزد 640 من الداخل. بيكون عندنا 4 سلوت رام، 2 هنا و2 الناحيه الثانيه، نقدر نزود فيهم اجمالي 4 سلوت رام، نزود فيهم كل قطعه 32 جيجا دي دي ار 4 مفيش اي مشكله. الباور سبلاي عندنا بيكون 925 واط فعلي، 925 واط، بيكون طالع منه 2 6 بن لكروت الشاشه اللي بتاخد باور مفيش اي مشكله. الجهاز بيشيل معانا زي الزد 440 6 هاردات باجمالي 6 ساتا، 4 هنا في المكان دوت و2 هنا في المكان دوت، يعني نقدر نوصل 6 هاردات في نفس التوقيت مفيش اي مشكله. بيكون عندنا 2 بي سي اي اكسبريس نوصل فيهم كروت الشاشه وجميع مخارج البي سي اي المختلفه. طبعا الناس اللي عايزه بعد كده تزود الرايزر وتخلي الجهاز بدل ما هو سنجل بروسيسور نخليه دول بروسيسور، ده السوكت المسؤول عن ان الجهاز يبقى دول بروسيسور فيما بعد لو حضرتك اشتريت الرايزر. طبعا دي المخارج بتاعت الزد 640. بيكون بص ده الشغل النظيف، الجهاز جاي بالمفاتيح بتاعته. بيكون عندنا مكان الباور، وبيكون عندنا 2 بي اس 2 و2 يو اس بي 2 و4 يو اس بي 3 ومدخل اللان 10100 ومدخل السماعات. وبالمناسبه دي انا حابب اقول كلمتين لكل الناس اللي بتتفرج علينا. دلوقتي سوق الاجهزه الاستيراد في مصر ملخبط شويه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الشاشه 19 بوصه النهارده احنا بنسمع فيها مخازن، من المخازن بكميات لو هتاخد 50 حته هتاخد 100 حته بتسمع فيها 1200 جنيه. سوق الشاشات المستعمله واصل لمرحله وحشه. الاجهزه الله اعلم، النهارده انا طالع اقول لحضرتك سعر بسعر النهارده بالسعر القديم، انا مش موقف بيع، احنا تحت امر عملائنا في اي وقت. ما ينفعش ان انا طالما السوق ملخبط اقول لا انا موقف بيع او اقفل مكاني. لا، المكان ده لازم يفضل لخدمه حضراتكم في كل الاوقات، سواء السوق ملخبط، الاسعار بتنزل، الاسعار بتعلى، احنا في خدمه حضراتكم في اي وقت وتحت اي ظروف. النهارده احنا بنعرض المنتج ده بسعر كذا، الله اعلم بكره لما حضرتك هتاخد الجهاز انا هجيب البضاعه الثانيه دي بكام، فانا ملتزم بالسعر اللي احنا بنبيع بيه لغايه دلوقتي. وقت ما ربنا يكرم او الاجهزه تعلى او ترخص احنا هنبيع برضو بالاسعار اللي موجوده يوميا. وطبعا نتمنى من ربنا ان الفتره دي تعدي على خير، واحنا بالنسبه لنا كتجار محتاجين ان الاسعار تنزل. كل ما الاسعار نزلت كل ما النسبه الشرائيه لحضرتك زادت. ونروح مع بعض للعرض الثالث وهو على نفس الجهاز اتش بي زد 640 دول بروسيسور، يعني عليه 2 بروسيسور. عليه 2 بروسيسور زيون اي 5 2680 في 4، الواحد منهم بيكون 14 كور و28 ثريد و35 ميجا كاش، يعني خدت كده 28 كور و56 ثريد و70 ميجا كاش. عليه رام 64 جيجا دي دي ار 4 وهارد اس اس دي 512 وباور سبلاي فعلي 925 واط وكارت فيجا نيفيديا كوادرو 8 جيجا دي دي ار 5 ب 4000. وقبل ما نقول السعر تعال نشوف الاجهزه حالتها داخليا وخارجيا ونوصف المخارج بتاعتها. دي حالة الأجهزة الزد 640 الدول بروسيسور العرض الثالث. طبعا الجهاز زد 640 ما شاء الله حاجة محترمة جدا جدا. بيكون عندنا 4 يو اس بي 3 منهم واحدة فاست تشارج، وعندنا مدخل السماعات وزرار الباور. طبعا ده الرايزر اللي بيكون فيه البروسيسور الثاني، وعندنا 4 سلوت رام هنا نقدر نزود فيهم رامات برضو مفيش أي مشكلة. والبروسيسور بيكون تحت الهيت سينك ده نقدر برضو نغير فيه او نعدل فيه زي ما احنا عايزين مفيش اي مشكله. بيكون طبعا الرايزر فيه فانه هنا داخليا
ما شاء الله الحاله بتاعت الاجهزه محترمه جدا 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 يعني. ده كده الرايزر بتاع الزد 640 اللي ممكن الناس تشتريه فيما بعد وتخلي الجهاز بدل ما هو سنجل بروسيسور تخليه دول بروسيسور. طبعا بيكون السوكت بتاع الرايزر هنا زي ما شرحناه في العرض الثاني، بيكون عندنا 4 سلوت رام فيهم 4 قطع 16 جيجا دي دي ار 4 باجمالي 64 جيجا رام. طبعا ده المدخل بتاع الرايزر اللي احنا عرضناه في العرض الثاني، ان احنا نقدر نركب الرايزر او نشتري الرايزر بعدين ونخلي الجهاز دول بروسيسور. بيكون عندنا طبعا مداخل البي سي اي كلها، وبيكون عندنا 2 بي سي اي اكسبريس نقدر نزود فيهم كروت شاشه مفيش اي مشكله. الباور سبلاي بيكون فعلي 925 واط وطالع منه 2 6 بن للكروت اللي بتاخد باور مفيش اي مشكله. بيكون عندنا 4 ساتا في المكان ده، وبيكون عندنا 2 ساتا في المكان ده، باجمالي ان الجهاز يشيل 6 هاردات معانا في نفس التوقيت مفيش اي مشكله. وطبعا دي حاله الاجهزه الدول بروسيسور الزد 640. ونعيد المواصفات من تاني عشان الناس ما تلخبطش معانا. هو جهاز اتش بي زد 640 تاور ورك ستيشن، عليه دول بروسيسور اي 5 2680 في 4 في 2، عليه هارد اس اس دي 512، عليه رام 64 جيجا دي دي ار 4، عليه باور سبلاي فعلي 925 واط، عليه كارت نيفيديا كوادرو بي 4000 8 جيجا دي دي ار 5. والجهاز ده فقط وحصري لعملاء شركه اي اي ب 25000 جنيه حتى نفاذ الكميه. ويجي حد يطلع لي في الكومنتات يقول لي هو الاجهزه التجميع بتتقارن مع الاجهزه الاستيراد، ده حاجه وده حاجه. ما ينفعش تجيب ادوب بريمير تشغله على جهاز تجميع جيل 10 ولا جيل 12 ولا جيل 14 يديك نفس الاداء بتاع الكاش والكور والثريد بتاع الاجهزه الزيون. ويطلع لي واحد في الكومنتات يقول لي ليه 25000 جنيه ليه؟ ده انا اعمل بيهم جهاز تجميع يضرب نار. وريني هتعمل ايه بال 25000 جنيه في جهاز تجميع وتحط فيه كارت محترم. احنا ضمننا 3 شهور استبدال من تاريخ الشراء، وحتى لو ضمانك خلص واجهتك مشكله احنا بنساعدك في حلها. ولكل اخواتنا وحبايبنا اللي احنا بنشحن لهم وبنتشرف ان احنا بنشحن لهم في كل المحافظات، حضرتك هتحول لنا 500 جنيه جديه شراء على الارقام اللي موجوده على الشاشه، وهتدينا الاسم والعنوان ورقمين تليفون، وسيب الباقي كله على الله. احنا بنصور لك الجهاز فيديو بالمواصفات اللي اتفقنا عليها، بنبعت لك الفيديو على الواتس بتدينا التمام، بنقفل الجهاز ونغلفه كويس وبنبعته مع شركه الشحن، وبتدفع الباقي عند الاستلام من مندوب شركه الشحن. ولكل اخواتنا وحبايبنا اللي عايزين ينورونا في الفرع، احنا عنواننا في القاهره الزيتون شارع ترعه الجبل امام مسجد الظواهري بجوار فتح الله جمله ماركت. وانتظروا مزيد من العروض اللي تليق بحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. AI Store Computer Service.